الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، أيتها الأمة المسلمة، إن الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ناصرين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو يذكر ما سيحدث في المستقبل، ما ستقوم من الحكومات الجائرة، من حكومات الجبابرة والطغاة والمجرمين. يقول صلى الله عليه وسلم عن الحكام والملوك وأتباعهم وأعوانهم ووزرائهم وأنصارهم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم، يحدثونكم فيكذبونكم، ويعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. ولا شك أن هذا غيض من فيض مما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمراء السوء وحكام السوء وقضاة السوء وعلماء السوء وأعوان السوء. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه الغنية والكفاية، ولا بد أن يرجع المسلمون إلى ذلك. إننا نحن المسلمين تفاجأنا، وكم من مفاجآت، وكم من قبائح، وكم من جرائم تصدر من الحكومة المسلطة على الجزيرة العربية. تفاجأنا عندما قرأنا بيان أو أمر أو حكم أو فرمان وزير الشؤون الإسلامية للمملكة السعودية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ يصدر أمرا لخطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة هذه الجمعة التي أخطب فيها، بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة التبليغ وبيان ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها
وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وذكر أبرز أخطائهم وذكر خطرهم على المجتمع، وأن الانتماء للجماعات الحزبية ومنها جماعة التبليغ محظور في المملكة العربية. أيها الدكتور عبد اللطيف، هل أنت من آل الشيخ؟ هل أنت من أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب؟ هل كان محمد ابن عبد الوهاب علما من أعلام المسلمين؟ هل كان قائدا من قادتهم؟ هل كان هو مرشدا مصلحا؟ هل كان مجددا لهذا الدين؟ وهل كان من أبنائه الصالحون الذين لم يرضوا بالمخالفات الشرعية؟ يا عبد اللطيف، هل كنت عندما كان سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي في عام 50 و900 وألف، عندما كان يزور المملكة العربية وكان يلتقي بالملك ويلتقي بالوزراء وينصحهم ويوصيهم ويذكرهم بمسؤوليتهم الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وعندما كان يعقد مجالس لجماعة الدعوة والتبليغ، وعندما أقام ومعه الشيخ عبيد الله البلياوي ومعه دعاة هذه الجماعة أقاموا مراكز في الرياض ومراكز في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي جدة وفي الدمام. كانت هذه المراكز مراكز عامرة بالدعاة، عامرة بالمسلمين الذين يريدون أن يصلحوا أنفسهم، يزكوا أنفسهم. وكانت المملكة تأتي من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها الوفود إلى هذه المراكز الدعوية الإسلامية، وكان يثني على هذه الجماعة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان يثني عليها الشيخ بن عثيمين، وكان يثني عليها وزير التعليم العالي، وكان الحكام آنذاك يحمون هذه الجماعة. هل كنت آنذاك أو كنت جنينا أو كنت في العدم؟ وهل كنت عندما أنا كنت أزور الشيخ بن باز في مركزه وكنت ألتقي به وكنت أحضر المسجد الجامعة معه وكنت أسمع دروسه وكنت ألتقي بالعلماء وكنت أجتمع مع إبراهيم الحصين والسعد الحصين والشيخ عبد الرزاق العفيفي وكم من أمثال هؤلاء العلماء الصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، عندما كانت جماعة التبليغ ترفرف رأياتها على المملكة، على الجزيرة العربية، في كل منطقة. والآن تصدر هذا البيان. ألا تشعر بأنك تخالف ضمير المؤمن؟ ألا تشعر بأنك تخالف الشريعة الإسلامية؟ ألا تشعر بأنك تقف مع الحكومة الجائرة الظالمة المجرمة؟ ألا تعرف أن الملك سلمان ومحمد ابن سلمان هؤلاء كانوا من أتباع ترامب ومن أتباع كوشنر، وكانوا يلتقون بنتنياهو، والآن يلتقون بالرئيس الإسرائيلي الجديد. هؤلاء الذين كم من العلماء سجنوهم، هؤلاء الذين فعلوا بالشيخ صفر الحوالي وبالشيخ صالح طالب وبالشيخ سلمان العودة وبأمثال هؤلاء العلماء الذين يعرفهم المسلمون في إندونيسيا، في ماليزيا، في باكستان، في الهند، في القارات كلها، ويعترفون بفضلهم، وأنت تأتي تقحم نفسك لوزارتك المشؤومة ولعملك النحس المشؤوم، تأتي لتقف مع هؤلاء الحكام المجرمين. ألا تعرف أنهم فسقة؟
ألا تعرف أن أعمالهم في فرنسا وفي بريطانيا في الفنادق وفي الفيلات في القصور هي أعمال تشبه أعمال الداعرين؟ ألا تعرف أن هنالك دور السينما تقام في الجزيرة العربية؟ ألا تعرف القواعد الصهيونية في أرض الجزيرة العربية؟ ألا تعرف ما يقام باسم الترفيه من حفلات الدعارة والمجون، من حفلات الرقص، من حفلات الغناء، من حفلات يدعى لها نجوم الأفلام، الداعرون والداعرات، الراقصون والراقصات، هؤلاء يدعون إلى الجزيرة العربية. ألا تعرف ما يجري من صفقة القرن؟ ألا تعرف ما يجري من العلاقات مع إسرائيل المجرمة الظالمة الوالغة في الدماء القاتلة للفلسطينيين؟ ألا تعرف ما يجري وراء الكواليس؟ هذا كله معروف عندك، وكان يجب عليك أن تفتي بضلال هذه الحكومة، بانحراف هذه الحكومة، بجرائم هذه الحكومة، بصهيونية هذه الحكومة، وصليبية هذه الحكومة. كان عليك أن تفتي بذلك ثم تسجن مع سلمان العودة، مع سفر الحوالي وأمثال هؤلاء الأحرار الأبطال الذين ترى الأمة الإسلامية فيهم العلماء الأجلة الذين مضوا في التاريخ الإسلامي، والذين رقموا وسطروا سطورا نورانية، والذين سيذكرون إن شاء الله إلى الدهور وإلى العصور وفي كل الأماكن وفي كل البقاع. أيها الدكتور عبد اللطيف، أنت لا تساوي ذرة من ذرات رجال الإسلام، وأنت لمنصبك هذا الذي توليته للتحريف، الذي توليته لموالاة الفساق، الذي توليته لموالاة الظلمة، ألا تعرف مصيرك؟ ماذا يقول ربك؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ألا تقرأوا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أليس هذا حال المترفين في المملكة السعودية؟ حال الأمراء، حال الملوك؟ أليس هذا حال الوزراء؟ أليس هذا حال أعوان هذه الحكومة؟ أليسوا هم الآن يمتصون دماء المؤمنين المسلمين الطيبين الطاهرين؟ أليس هؤلاء تسلطوا على الجماعات الإسلامية، على المؤسسات الإسلامية، على جماعات الدعوة والإصلاح؟ تسلطوا عليها. كل ظلمهم وكل جريمتهم وكل غطرستهم ضد هذه الجماعات، وهم راكعون أمام ترامب، أمام بايدن، أمام كوشنر، أمام بنت، أمام نتنياهو، أمام الحكام في بريطانيا وفي فرنسا. ألا تعرفوا أن ماكرون المشؤوم الخبيث المجرم اللئيم الذي كان هو السبب وراء سب الرسول صلى الله عليه وسلم في فرنسا، ألم يأتي إلى المملكة مكرما مبجلا تبسط له المفروشات ويستقبل استقبالا رائعا؟ هذا المجرم اللئيم في أعين المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها تستقبلونه لأنهم تكرهون الإسلام وتكرهون العمل الدعوي وتكرهون العمل الإصلاحي، ولذلك تستقبلون هذا المجرم ثم تقيمون معه معاهدات واتفاقيات، تريدون أن تشتروا الأسلحة التي تريدون أن تدمروا بها اليمن ودمرتم بها مصر، وتريدون أن تدمروا البلدان الإسلامية. فعلتم ما فعلتم في السودان وفي تونس وفي ليبيا وفي كل البلدان، وليست عندكم أي غيرة. يا قليل الحياء، يا قليل الحياء، ألا تخاف من الله؟ إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. إنه تعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
قال تعالى: أمهلهم رويدا، أنتم تمهلون، أنتم يذركم الله تبارك وتعالى تأكلون وتتمتعون، لأنكم سترون مصير السوء، لأنكم سترون عاقبة السوء. هذه الحكومة التي قامت بمساعدة الإنجليز، هذه الحكومة التي تقوم الآن لأن أمريكا تتكفل بهذه الحكومة وترعاها وتحافظ عليها، ولكن فلتعلم أيها الدكتور إن هذه الحكومة ستسقط قريبا أو بعيدا، ولكنها ستسقط، وتسقط أنت وجميع الموظفين والدكاترة والقضاة والمفتين والذين هم على الرواتب الحكومية يقضون ليلهم ونهارهم، سوف يسقطون وتسقطكم أمريكا. سوف تسقطكم أمريكا التي توكلتم عليها بدل التوكل على الله، والتي استندتم إليها واعتمدتم عليها، لأنكم نسيتم ربكم فأنساكم أنفسكم. تذكروا، عودوا إلى الرشد، عودوا إلى السداد والصلاح، واعرفوا أن جماعة التبليغ لها مراكز قوية كبيرة آمرة في الكويت، في قطر، في البحرين، في الإمارات، في كل مكان، في البلدان العربية، في أمريكا، في أستراليا، في بريطانيا، في كل إفريقيا، في كل آسيا. ما يوجد بلد إلا وهنالك مركز لجماعة التبليغ. هذه الجماعة الربانية، هذه الجماعة الصالحة، هذه الجماعة المؤمنة، هذه الجماعة الواثقة المتوكلة على الله، تدعو إلى الله، لا تدعو إلى سلطان ولا إلى ملك ولا إلى وزير ولا إلى دنيا، إنما تدعو إلى الله، تدعو إلى الجنة، تدعو إلى الرشاد، تدعو إلى السداد. فتعلم أيها الدكتور عبد اللطيف أن نسبك إلى آل الشيخ مشبوه، وأن علمك مشبوه، وأن قولك مردود. وقد قلنا لجميع الأئمة والخطباء في مساجد شبه القارة الهندية، هم الآن في باكستان، في بنغلاديش، في الهند، في إندونيسيا، في ماليزيا، في البلدان الأخرى، يخطبون ضدك، يخطبون ضد المملكة السعودية المجرمة، يخطبون ضد جميع الإجراءات الإجرامية التي ارتكبتها هذه الحكومة النحسة المشؤومة الساقطة إن شاء الله. فأنت ألزمت الموظفين الذين يأخذون الرواتب، ألزمتهم بأن يقولوا في خطبهم هذا وهذا. هم مجبرون، هم ملزمون بإلزام الحكومة الجبارة الطاغية، ولكن نحن أحرار، ونحن نقول الكلمة الحرة والرأي الحر والحقيقة الساطعة، نعلنها على الملأ، نعلنها في الدنيا كلها، من الهند، من شبه القارة الهندية. فلتخسع ولتكن مع أولئك الذين مصيرهم مصير السوء وعاقبة السوء، والذين لا يستطيعون أن يبقوا في هذه الحالة الإجرامية دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.